وغير كيقرب رمضان، هذه هي اول خطوه كنديرها في التحضيرات الرمضانيه. عجينه ديال البيتزا بلا فران كتجي زوينه بزاف، تبقى معكم لاكثر من شهر والاروع، بنينه ولذيذه، والاهم انها سهله دغيا كتوجد، اقتصاديه، وكيف قلت لكم بلا فران. تبعوا معايا الفيديو الاخير باش نتعرفوا على المقادير والطريقه ديالها، وما تنساوش تخليوا لي معكم لايك للتشجيع واشتراك القناه باش يوصلكم دائما الجديد ديالي. بسم الله على بركة الله. اول حاجه غادي نديروها، غادي ندير جوج لايف ديال الدقيق الفورس مع زلافه ديال الدقيق الفينو مغربلين عندي من قبل ضروري. هانتوما الفينو صافي. غادي نعجن نديرو العجانه ولا ديروا عجنوا بيديكم الطريقه اللي سلكتكم. غادي نزيد عليهم هنايا شويه ديال الملحه، شويه ديال الابزار، باش هاد العجينه كتجينا منسمه وزوينه وبنينه. غادي نزيد هنايا بودره ديال الثوم كتعطيها واحد المذاق وواحد الريحه اللي هي واعره. غادي نزيد تقريبا ندير هنايا واحد جوج معالق صغار ولا معلقه كبيره، وغادي نزيد شويه ديال الزعتر، ما تحكوهش خليوه هكاك باش كيجي باين. وغادي نزيد الخميره، عندي هنايا مع دابا الحال بارد، غادي ندير معلقه كبيره ديال الخميره ديال العجينه. انا عندي هذيك غير معلقه صغيره، غادي ندير جوج ديال المرات. وغادي نزيد هنايا الخميره حمراء، تقريبا واحد المعلقه صغيره. وغادي نزيد هنا نص كاس ديال الزيت البلديه، كتخلي هاد العجينه كتجي فتيه ورطبه وكتبقى هشيشه لوقت طويل. ممكن تعوضوها بالزيت النباتيه عادي. صافي دابا غادي ندوز نعجن بالماء اللي يكون دافي، مع دابا الحال بارد ضروري خص الماء يكون دافي باش يلاه تخمر لينا. غادي نزيد عليهم اختياريه واحد المعلقه ديال الزبده تكون بحراره المطبخ. نخليو هاد الزيت يتبسبس لينا مع هاد العجينه والمكونات هادو، عاد من بعد نبدا نضيف الماء باش تعجن ليا وتجمع ليا. صافي من بعد ما تعجنات لينا مزيان كتخليو العجينه تكون خفيفه شويه ما تكونش قاصحه. غادي ندهنها بشويه ديال الزيت من الفوق، وغادي نغطيها بالسلوفان ونخليها حتى تخمر ويطيح الحجم ديالها، عاد نخدم بها. من بعد ما خمرات ليا وضاعف الحجم ديالها كيف كتشوفوا، دابا غادي ندوز نشكلها كويرات باش تسهل عليا الخدمه. غناخذ واحد اللاطه وغادي نرش الدقيق ونشكل كويرات كيف كتشوفوا. ومباشره غادي ندوز نبدا نطلق باش نطيبها، ضروري باستعانه بشويه ديال الدقيق والدلاك. وغادي نبدا نطلق بهذا الشكل. غادي نشارك معكم العجينه، نشارك معكم بيتزا اللي هي كبيره وميني بيتزا اللي هما صغارين. المهم ضروري تبقاو ترشوا الدقيق هكا وتبداو تقلبوها شويه بشويه، وانتم كترشوا الدقيق باش ما كتلصقش، وترقوها مزيان. دابا غادي نتقبها بهاد اللعيبه هذه ديال اللي كتكون خاصه بالبيتزا، ولا استعملوا الفورشيط اللي بغيتو. انا ناخذ هنايا واحد الغطايه ديال اي طنجره كانت عندكم مدوره وتقطعوها باش كتجي الشكل ديالها مقاد. كيف لاحظتوا معايا هنايا غناخذ مقله ديال الحرشه وغادي نطيبها على البوطه. انا كنفضل نطيبها هكا على البوطه، كتجيني سهله وسريعه، يعني كتجيني دغيا كطيب وما كتاخذش وقت بزاف وكتجيني زوينه. صافي غادي نكمل بنفس الطريقه كيف قلت لكم. كنطيبها غير صهدوها، ما تخليوهاش حتى كطيب وتحمر، غير صهدوها تشم ريحه الطياب، قلبوها وصافي وحيدوها من بعد. دابا غادي ندوز باش نوجد معكم الميني بيتزا. هانتوما غادي نطلقها حتى هي بالمساعده ديال الدقيق، وغادي ناخذ قطعها بهذا الشكل هذا، القياس ديال الحجم اللي بغيتو نتوما، كبيره صغيره صغيره بزاف. صافي نقطعها ونبدا نطيبها حتى هي بنفس الشكل. نحطها ما كاملاش دقيقه، نبدا نقلبها نتوما بحال هذا الشكل، نقلبها وصافي نحيدها ونعاود ندير واحده اخرى. كي شفتوا معايا العمليه سريعه دغيا كنوجدوها دغيا كطيب لينا، ما كنتعطلوش نهائيا. غادي نكمل بنفس الطريقه. ها انتم شوفوا كيفاش كتجي رائعه بزاف. نكمل العجينه اللي بقات لي كلها، والعجينه اللي كتبقى ليا راه كنجمعها حتى للتالي وكنعاود نطلقها كنلقاها طلقات.
وهذا هو الشكل النهائي ديال العجينة ديال البيتزا اللي شاركت معكم اليوم. قولوا لي واش عجباتكم هذه الوصفه في التعاليق، وكنتمنى انكم تجربوها بهذه الطريقه، راها كتجي زوينه بزاف، كتجي العجينه بنينه وكتحتفظوا بها في المجمد طيله شهر رمضان، ما كيوقع لها حتى شي حاجه. فوقاش ما بغيتوها كتجبدوها ديكونجولار صافي وكتخدموا بها عادي. ها انتم شوفوا معايا كتجي ولا اروع. صافي كتحتفظوا بها في المجمد، كديروها في بلاستيكه وكتحطوها في المجمد. ها انتم كيف كتشوفوا معايا. نفس الشيء غادي نديرو حتى العجينه الكبيره، حتى هي غادي نديرها في بلاستيك عادي بطريقه عاديه وندخلها للمجمد، نخليها الوقيته اللي نبغيها نجبدها. كنتمنى هاد الوصفه تعجبكم، وكنتمنى الا عجبتكم الوصفه تشجعوني بلي لايك ديالكم ولي كومونتير ديالكم، وتشتركوا في القناه بالنسبه لي مازال ما اشتركش باش ديما يوصلكم جديد الوصفات ديالي. ونتلاقاو في فيديو جديد، وقولوا لي في التعليق شنو وصفه بغيتوني نحضر معكم.